اليوم تم الإعلان ديال مقتل خامنئي، وتعرفوا الإشكال ديالنا وحنا معاهم كدولة المغرب إشكال قديم، والبداية كانت مع الملك الراحل الحسن الثاني في الفيديو تصنتوا له فاش كفر الخميني. صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشيش هرب على المسؤوليه ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى. فحنايا في المغرب كيعيبوا علينا التطبيع ديالنا مع إسرائيل، وما عرفوش بأن الجارة الجزائر مطبعة مع أشد الأعداء اللي هما إيران، واللي المبدأ ديالهم كينباني على تصدير الثورة. وهذا المبدأ تبناه السيد الخميني اللي توفى، بحيث أنهم دخلوا للبنان وداروا دولة وسط الدولة حزب الله، ودخلوا اليمن وداروا دولة وسط الدولة الحوثي، ودخلوا العراق وداروا أفراد مسلحة منها جماعة واثق البطاط اللي كتشوفوه في الصورة، عنده واحد الفيصل ديالو عسكري ضمن النشاط ديال الحزب ديالو، ايضا مقتدى الصدر كذلك. فالواجب علينا حنايا اننا نشوفوا اقرب القوى لنا من حيث السن، الا وهم الناس ديال اصحاب الكتاب الذين يحل لنا الزواج منهم من اصحاب الكتاب، بينما لا يحل لنا الزواج من ايرانيين اللي كيعتمدوا على مبدأ تكفير امهات المؤمنين والصحابه وسب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، وادعاء بأن هناك مصحف فاطمة، ويختلفون معنا اختلافا جذريا ويرون بأننا كفار لأننا ما كنآمنوش بالاثنى عشر إمام اللي كيعتمدوه هما في المذهب الاثنى عشري. فالواجب علينا حنايا أننا نرتاموا لإسرائيل ونطبعوا مع إسرائيل بخلاف أننا نطبعوا مع إيران، لأنها عدو ديالنا، والعداوة ماشي ولدت اليوم. العداوة راه بدات مع عبد الله بن السبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا، والمقاتل ديالهم في الحروب ديالهم مع هولاكو والتتار. فالعداوة ديال هؤلاء الناس أقرب من عداوة اليهود. هؤلاء قوم غدارين خوانين يريدون بناء الولاء. وأيضا من الأمور اللي كيخوض معاهم المغرب فيها معارك هي التصدير ديال الفقهاء لدول إفريقيا، لأن كاين هناك أيضا نشاط شيعي من ناحية تصدير مبدأ الثورة الخميني وبناء أحزاب هناك في الدول الإفريقية اللي كتعتمد على مبدأ التشيع ومدعومة من إيران. فالمغرب هو يمارس سياسة نشر المذهب السني المالكي المتسامح الوسط. الجزائر حاليا راه فيها الشيعة وكيحجوا وكيمشوا وكيمارسوا الطقوس ديالهم في عيد الغدير. حاليا الفكر راه غادي وكينتشر في الجزائر خلافا لدولة المغرب، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. ثانيا اليوم كانت الوفاة ديال هاد الشخص اللي هو خامنئي، وأيضا اللي قتله هو المجرم نتنياهو، لا خلاف بينهم. المجرم نتنياهو ساهم في القتل ديال 100,000 مسلم سني، بينما خامنئي ساهم في قتل مليون سني في سوريا والعراق، وتهجير أكثر من 20 مليون سني. إذا لا خلاف بين المجرمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. أتمنى الرسالة تكون وصلت. السلام عليكم.